الواحد الفترة دي محتاج يطلع دهب عشان يفصل دماغه من المذاكرة شوية، خايف الشمس تاكل دماغه ويرجع زي داروين اتولد في عيلة كمل بيقولوا الصبح لبعض صباح العلم بدل صباح الخير، ويقعدوا يعلوا على بعض على الفطار مين فيهم عنده علم اكتر من التاني. مالكوش دعوة انتوا. في قعدة عائلية بابا قال له انت هتدخل طب يا داروين، قال له لا ده مش شغفي يا حاج، شغفك ده هناك. بس اللي حصل ان داروين دخل كلية الطب وقعد فيها 2 سنين وسابها، اللي هو قال لي بابا انا عملت اللي انت عايزه اهو، بس سوري الدم بيقرفني، ما بقدرش احضر درس التشريح عشان بيبوظ لي اعصابي. دخل بعدها كلية علم اللاهوت سنة 1828، وده ما منعوش انه يعمل اكتر حاجة بيحبها وهي دراسة التاريخ الطبيعي، وانه يلم الحشرات والنباتات ويقعد يدرسها. تخيل كده انه اكتر حاجة بيحبها انه يدرس صراصير، وبما انه بيحب الحيوانات والنباتات اكتر من حب ابي يوسف للدسات، جون ستيفنز استاذ علم النباتات قال له تعالى معانا هنلففك العالم، ودي هتبقى فرصة ليك حلوة جدا انك تكتشف نباتات وحيوانات محدش شافها غيرك قبل كده. هدف الرحلة الاساسي كان ان هم يتعرفوا على ساحل امريكا الجنوبية ويرسموا المواني اللي فيه، وبكده يبقى عندهم خريطة للمكان كله. داروين كان عالم الطبيعة في الرحلة دي، زي كده ما صاحبك يعمل فيها عالم حفريات وانتوا في رحلة الفيوم عادي، بس داروين كان عالم طبيعة بجد مش بيهبط زي صاحبك. وفي الرحلة دي اكتشف فيها حيوانات ما كانتش معروفة بالنسبة له، زي كده طيور برجلين زرقاء وأسماك القرش وسلاحف عملاقة وحفريات نادرة وصخور. كل ده عشان الرحلة ما كانتش 5 أيام، كانوا 5 سنين. وبعد ما رجع من رحلته ما خدش بريك، فضل يقارن ويحلل العينات اللي جمعها لحد ما خرج لنا بنظرية التطور. دماغه ساحت حبيبي من الشمس وال5 سنين برضه. نظرية التطور بتقول إن الكائنات الحية بتتطور من خلال عملية الانتقاء الطبيعي، يعني الأنواع التي استطاعت التكيف مع التغير البيئي هي التي تمكنت من الصمود والبقاء على قيد الحياة، وأن الأنواع التي لم تتمكن من التطور انقرضت. داروين في رحلته جمع شوية عصافير ولقى إن في منهم المنقار بتاعهم قوي، وده ليه؟ عشان بياكلوا بذور. ولقى شوية تانيين المنقار بتاعهم مش قوي، وده ليه؟ عشان بياكلوا حشرات. ومن هنا جات له فكرة في دماغه ويا ريتها ما جات له، وهي إن الطيور كلها من أصل واحد وشوية منهم عرفوا يتكيفوا مع بيئتهم. ومن هنا داروين توصل إن الإنسان أصله قرد، وإن القرد ده فضل يتطور ويتكيف مع البيئة اللي حواليه لحد ما بقى إنسان عادي. وقتها كان خايف يقول عشان الكنيسة مش هتسيبه في حاله، ده غير إنه دارس لاهوت يعني. وما قالش غير بعد 20 سنة من اكتشافه إن الإنسان أصله قرد، وكده كده اتهاجم عادي، بس أديك بتدرسه لحد دلوقتي. وكان معاكم من أوديت هايت.